تلفزيون النهار على قائمة تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيشرف عليها الوزير الأول عبد المالك سلال. ولفت بقاء عدة وزراء في هذه الحكومة خاصة السيادية منها في وقت جاءت وجوه جديدة وأخرى كانت قد استوزرت وأعيدت للساحة السياسية. من جانب آخر لفت حضور عدة وجوه من حركة مجتمع السلم بالرغم من تأكيد زعيم الحزب أنهم غير معنيين بذلك. والقائمة هي كالتالي: موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بشير مصيطفة كاتب دولة مكلف بالاستشراف، محمد السعيد وزير الاتصال، محمود خضري وزير منتدب مكلف بالعلاقات بالبرلمان، دليلة بوجمعة كاتبة دولة مكلفة بالبيئة، عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، شريف رحماني وزير الصناعة، بالقاسم ملاح كاتب دولة مكلف بالشباب لدى وزارة الشباب، محمد مباركي وزير التكوين المهني والتمهين، سيد أحمد فروخي كاتب دولة مكلف بالصيد البحري، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل، سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني، عبد العزيز زياري وزير الصحة والسكن، مصطفى بن بادة وزير التجارة، رشيد حروبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقاسم ساحلي كاتب دولة مكلف بالجالية، عمار غول وزير الأشغال العمومية، خالدة تومي وزيرة الثقافة، محمد تهمي وزير الشباب والرياضة، يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام، كريم جودي وزير المالية، دحو القابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، وأخيرا مراد مدلسي وزير الخارجية. إذن كانت هذه مشاهدينا قائمة تشكيلة الحكومة